اهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان. جايب لكم النهارده منتج عملي جدا، منتج جميل جدا، شكله مميز. اتسالت عليه كتير. كتير قوي كتبوا لي في الكومنتات محتاجين يشوفوا المنتج دوت، وقدرت الحمد لله اوفره لكم النهارده وهنتفرج عليه مع بعض. طبعا بعد ما جبت لكم قبل كده الام 10 والام 90، وجبت لكم كمان الريمكس اللي فيها مساحة داخلية 8 جيجا. جايب لكم النهاردة ام 25، منتج جميل جدا، شكله بتاعه مميز، البوكس بتاعه جميل جدا وفيه شاشة، وده الباكت من بره وده اللي مكتوب عليه. كنت عايز اقول لكم برضو على حاجة كده مهمة جدا هقولها لكم في اخر الفيديو ان شاء الله، تابعونا للنهاية. هنفتح دلوقتي مع بعض ونشوف السماعة دي عبارة عن ايه وشكلها عامل ازاي. ام 25 مكتوب عليه هنا بلاي جيمز، تمام، وهي من دامكس، والوايرلس بتاعها 5.2. تمام، هنفتح دلوقتي ونشوف. طبعا بيقولك ان الفويس بتاعها اتش دي، وان هي ضد المية، والبطارية بتاعتها جودتها عالية. حته بقى ضد المية دي ناس كتير بتقول يعني لا ينفع انزل بيها البسين. طب يعني معلش، يعني تنزل بسماعة الهيدفون او السماعة الايربود للبسين يعني. هي المفروض ان هي ضد الميه عشان خاطر المطر، العرق، الكلام ده كله. مثلا الناس اللي بتلعب رياضه بتعرق جامد، او مثلا في امطار وانت سايق موتوسيكل ولا حاجه، فلازم تسمع او تتكلم. فهي ضد الميه ان هي مقاومه للحاجات دي، لكن مش هنزل بيها بسين او اخش استحمى بيها. نشوف كده اللي مكتوب على العلبه. الفيرجن بتاعها 5.2. دي الموجات اللي تقدر تشتغل بيها. تقدر تبقى بعيدة عن الموبايل ب10 متر. بتشحن في ساعتين وتقدر تشتغل معاك 280 ساعة. تمام، والانبوت بتاعها 5 فولت 1 امبير، والاوت بتاعها 5 فولت 1 امبير. يعني ايه بقى فيها اوت بوت دوت؟ معنى كده ان هي تعتبر باور بانك ممكن اشحن بيه الموبايل. بس طبعا مش هشحن لك الموبايل بنسبة 100%، ممكن تطلعه لك مثلا 5%، 2%، الكلام ده كله. هفتح دلوقتي ونشوف السماعة مع بعض. طبعا الاصدار ده مميز جدا جدا، شبه اصدار قديم برضو جبتلكوا. كان اسمه دي 70، كانت كلها معدن. هنا البوكس شبه معدني وملمسه برضو ملمس معدني، بس هو يعتبر بلاستيك مقوى او بلاستيك ومرشوش رش كده تحس ان هو معدن. تمام، هنا مكتوب 25. تمام. جيم هيدسيت، وده هنا مدخل الشحن بتاعها تايب سي، وفيها مخرج يو اس بي. هنجرب دلوقتي هي بتشحن الموبايل ازاي. وفي زي فتحة هنا كده عاملة منظر، وده الباكت اللي بيجي معاها. بيجي معاها وصلة الشحن، بيجي تقريبا معاها غيارين للقطع اللي جوه. بسم الله، هنفتح دلوقتي مع بعض ونشوفها. طبعا كان في اصدار زمان كده بتدوس هنا كده على بريس فيقوم فاتح لك ده اوتوماتيك، لا هنا عاملينها بباب مغناطيسي. هنا في قطعة مغناطيس كده بتقفل الباب لوحدها. هنفتح دلوقتي بقى ونشوف السماعة عاملة ازاي. كده احنا خرجنا اول فردة، كده خرجنا ايه تاني فردة. بص الشاشة اللي فيها كاتبة سعة البوكس نفسه كام. فيها 100%. تمام، هنفتح كده ونحط السماعة تاني. الله، بص في ضوء كده جميل ظهر جوه، كان احمر بعد كده اخضر، بيبدأ يلون نفسه كشكل جميل كده ازرق، بيغير اوتوماتيك برضو شبه الديت 70 جدا. كان برضو في ضوء كده داخلي، بس كنت بقدر اطفي الضوء ده من بريس هنا كان تحت. هنا دي مفيش اي بريسات فيها نقدر نطفي منها الضوء، دي عبارة عن مسامير. بس هو الدور مش مشكلة يعني، وحجمها تقريبا شبه حجمها في حجم الام 90 تقريبا. هنعمل كونكت دلوقتي بقى ونشوف جودة الصوت عاملة ازاي. تمام، ادي شكل السماعة زي ما قلتلكوا. الحجم بتاعها صغير قوي، انسيابي، وهنا ده مكان التاتش. تمام، وهنا في كده ملمس مطاط، ملمس رابر، اول مرة اشوفه في اي سماعة من السماعات، الملمس المطاط ده. هنعمل كونكت دلوقتي ونسمع جودة الصوت بتاعتها عاملة ازاي. هي اكيد دي بتظهر بكلمة تي دبليو اس في 5.3.
هنعمل كونكت كده ونسمع. طبعا هو قال في السماعة كونكتد. تمام، هنجيب اي مقطع صوتي كده ونسمعه مع بعضينا. طيب انا كده ممكن نعلي الصوت. انا مقرب السماعة على قد ما اقدر من مايك الكاميرا عشان تسمعوا جودة الصوت عاملة ازاي. متهيألي جودة الصوت بتاعتها جميلة جدا. طب هنجرب التاتش بقى بتاعها كده. خد بالك كده من الشاشة. هنلمس على الفردة دي 3 لمسات سريعة. هي كان في موبايلات انا بجرب بيها اما بلمس 3 لمسات سريعة بيعلي الصوت او بيوطي الصوت. اعتقد بقى ان هي بتختلف من موبايل لموبايل، او جايز في حاجة في الاعداد لازم تتظبط. هي لمسة واحدة بيوقف، اللمسة التانية بيشغل. كده وقف الأغنية، كده يشغل الأغنية. طيب هنشوف الفردة الشمال، هنلمس عليها لمسة برضو بيوقف، اللمسة التانية بيشغل. طيب لمستين ورا بعض قلب الأغنية اللي بعديها، لمستين ورا بعض على الفردة اليمين رجع الأغنية ايه اللي قبلها مرة تانية. لكن 3 لمسات ما عملش حاجة. بس في موبايلات انا جربتها فعلا بنفسي كان بيغير وبيعلي الصوت. كده احنا مشغلين الفردتين وقربتها جدا من المايك بحيث ان تسمعوا جودة الصوت بتاعتها. صوت عالي جدا ونقي جدا ومبين طبقات صوت مختلفة. هنجرب نشغل مقطع تاني كده. عايزين نشغل مقطع قرآن. بسم الله. الصوت بتاعها برضو ممتاز، مبين كل طبقات الصوت. فهي بصراحة سماعة رائعة. اما باجي المس لمسة يمين بيوقف، اشغل لمسة شمال بيشغل، نفس الكلام برضو الناحية التانية. تمام. شكل السماعة جميل جدا، حجمها صغير. دلوقتي بقى هسجل لكم بيه صوت ونشوف جودة الصوت عاملة ازاي. نوقف بس المقطع الصوتي اللي شغال ده. نفتح كده المسجل. هنختبر المايك بقى. انا هبعدها من بقي ب5 سنتي كده اكنها في ودني بالظبط. تمام، وهتكلم ونشوف جودة الصوت عاملة ازاي. الو، صباح الخير، اهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان. جايب لكم النهارده منتج جديد، منتج مميز جدا. تمام كده احنا سجلنا مقطع صغير وهنحاول ايه بقى نجرب الصوت. انا هشيل فردة من الفردتين واحطها قريب قوي من بقي وبرضه نشوف جودة الصوت عاملة ازاي بعد ما اشيلها. طبعا انا هقفل بقى البلوتوث عشان تسمعوا المقطع من الموبايل، عشان خاطر برضو الناس اللي بتستخدم بتحب تسجل مقاطع صوتية او كده، او بتسجل برضو فيديوهات وعايز تستخدم سماعة او تستخدم مايك. ممكن تستخدم انت تجيب مايك وتستخدم السماعة الايربود بتاعتك على طول. هجيب المقطع من الاول. الو، صباح الخير، اهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان. جايب لكم النهارده منتج جديد، منتج مميز جدا. لا، واضح جدا ان المايك فيه حاجه اسمها عزل الصوت واضحه جدا باينه. مش مبين صوت المروحه جنبي ولا مبين صوت الدوشه اللي جنبي. لا، صوت السماعه المايك بتاعها فيه عزل كويس قوي. هنسمعكم تاني المقطع. الو، صباح الخير، اهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان. جايب لكم النهارده منتج جديد، منتج مميز جدا. تمام كده احنا سجلنا مقطع صغير وهنحاول ايه بقى نجرب الصوت. انا هشيل فردة من الفردتين واحطها قريب قوي من بقي وبرضه نشوف جودة الصوت عاملة ازاي بعد ما اشيل. لا، الصوت بتاعها ممتاز سواء المايك او السماعات. اتسألت اسئلة كتيرة قوي بقى، اي افضل سماعة اقدر اجيبها واقدر افضل سماعة اقدر استخدمها. طيب اجابة السؤال ده على حسب استخدامك انت. انا مثلا استخدامي للسماعة مش كتير، فليه اجيب سماعة غالية؟
وتقعد معايا وقت اطول. طب انا اصلا كده كده بستخدم السماعه ساعتين 3 في اليوم وخلاص على كده، فممكن اجيب سماعه وسط سعرها بسيط عشان أنا مش بستخدمها كتير. طب في واحد بقى تاني بيسافر مشاوير كتيره، مثلا السفر بتاعه بيقعد ساعتين 3، رايح الغردقه بيقعد 6 ساعات، فعايز حاجه تفضل معاه المشوار ده كله، فممكن اجيب سماعه فعلا بطاريتها عاليه وجودتها عاليه. طب الناس اللي بتستخدم الالعاب وبتحب تلعب بابجي ولازم تسمع جوده صوت عاليه عشان خاطر يعرف ان في حد جاي وراه، في حد الالعاب الحربيه بقى اللي انتوا عارفينها ديت، ماشي، ممكن تجيب سماعه جودتها عاليه عشان خاطر ايه تشوف وتسمع جوده الصوت دي. في حاجه احنا نسينا نجربها، ان هو بيشحن فعلا الموبايلات ولا لا. هنجيب الوصله تايب سي ونشوف الخارج بتاعها. تمام، فهي احسن سماعه ليك حسب استخدامك انت، شوف انت استخدامك ايه وتجيب لك افضل سماعه ليك. اه, فعلا بص، اول ما ركبت البوكس السماعه كده هي بتشحن الموبايل. تمام، وبدأ ايه البوكس نفسه ينزل بقى 99 بعد ما كان 100%. فانت تقدر تشحن بيها موبايلك. مثلا في ناس برضو بتتزنق في اي مشوار كده، يلاقي موبايله فصل منه شحن، فحاجة زي كده تبقى مفيدة جدا معاك، تقدر تشحن بيها الموبايل. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، متابعة للقناة عشان تشوف كل جديد، واكتب لي في التعليقات محتاج تشوف ايه تاني. شكرا.